سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. يحاول اتحاد جدة السعودي لكرة القدم منذ بداية الصيف الحالي التعاقد مع طنبوكتي وإقناع ناديه الشباب السعودي بالتخلي عنه، خاصة بعد إصابة المدافع المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، عرض مسؤول العميد على نظرائهم في الشباب التخلي عن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله والجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود مقابل الحصول على خدمات الطنبوكتي. وكشفت الصحيفة على أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد متمسك ببقاء المهاجم المغربي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي القادم، وأشارت إلى أن سانتو يريد الاعتماد على عبد الرزاق حمد الله كمهاجم صريح في الموسم القادم، على أن يشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما خلف المهاجم المغربي في مركز 9.5. وأوضحت الصحيفة أن خطة المدير الفني البرتغالي لا تجد إقبالا كبيرا من الإدارة، والتي تعتقد أنه من الأفضل التخلي عن حمد الله مقابل الحصول على مدافع نادي الشباب. وصلنا إلى نهاية الخبر مشاهدينا الكرام، إلى خبر جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.